سائق معده، معاك رخصه مهنيه. رخصه. حاضر يا بينا، بس بقول يا بينا ما اسالكش، انا بقول كلام عام للناس كلها، ما كل شويه تقول لي انا معايا سليم. الكلام مش اللي هو من 25 لكام يا فندم؟ انا كلام للناس كلها، اللي معاه رخصه مهنيه وموقفهم التجنيد وفيش وتشبيه وصوره البطاقه. الكلام ده المسؤولات اسمها مسؤولات تعاقد مع اداره المواسير وليس تعيين. تعاقد لفتره زمنيه من 25 ل 45. من 25 ل 45 سنه. حاضر يا بيه، انا قلت يا بيه حضرات عايز سائق لودر، سائق قلاب، سائق بلدوزر، سائق حفار، سائق دمبر قلاب. هذه العماله اللي احنا عايزينها دلوقتي، سواء معانا او مع المقاولين. احنا يا باشا ثواني يا باشا، احنا 3 ثواني قاعدين هم يا بينا الكلام واضح والله العظيم. يا بينا يا عم طلعنا على الجزيره. جزيرة يا عم؟ جزيرة ايه مثلا؟ يا رجاله اللي يخلص يطلع من مكانه يا رجاله، مش هينفع كلامنا. انطروا يا جماعه، انطروا يا جماعه اللي انت عندكم. سمير عبد المعود محمد. انت جاي بتعمل ايه في المشروع؟ بتملي اسمك ليه؟ هو احنا النهارده من الشباب الوطني، الشباب المصري اللي عنده طموح، وكان يعتبر ان هو طول الفتره اللي فاتت دي كان متدمر. وطبعا احنا بنشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على المجهود اللي بذله من اجل مصر، وانه النهارده زرع جوانا طموح. حسينا كشباب ان في ميلاد او اتولدنا من جديد، فده حاجه كويسه جدا بالنسبه لنا كلنا. عشان كده جيت تسجل اسمك. احنا النهارده حبينا ان احنا طبعا في مننا المؤهل العالي، وفي مننا المتوسط، وفي مننا المهني، وفي غير ذلك من المهن الاخرى كتير. وكلنا جينا النهارده في بدايه الامر حابين ان احنا ندخل نساعد في المشروع القومي، المشروع المصري اللي فعلا بيدينا حافز كلنا كمصريين. فانا جاي النهارده ان انا اسجل اسمي، انه في بدايه الامر حابب ان انا اساعد في مشروع قناه السويس الجديد.